سنة 2002 يدرك الكارثة اللي هو عملها بسبب حرب الخليج التانية دي، فيطلع يعتذر للشعب الكويتي. وبعدها أمريكا تطلع تقول إن صدام حسين طرد المفتشين الدوليين أصلا. وفي 20 مارس 2003 يبدأ غزو أمريكا للعراق، وفي خلال أسابيع تسقط العراق كلها وتبدأ حملة البحث عن صدام. لما قدروا يعتقلوا جزء كبير من السلطة بتاعت صدام، وغير ان هم كمان قتلوا قصي وعدي في القزمة، وتبدأ العملية المسماة بالفجر الأحمر، وهي العملية اللي قعدوا يبحثوا فيها عن صدام حسين، ولقوه في سرداب في مزرعة في مدينة تكريت. وفي روايتين للقبض عليه، ناس بتقول ان ناس من اهله بلغوا عنه، وناس تانية بيقولوا ان الرعاة هم اللي بلغوا عنه، كان في المنطقة دي رعاة غنم. ويتقبض على صدام حسين، وبدأت بقى محاكمات صدام حسين، وتشكل لجنة عراقية، ولكن اللي بيبشر عليها هي امريكا، ويتهم في المحكمة دي بالابادة الجماعية، ويتحكم عليه بالاعدام، ويتعدم في 30 ديسمبر في 2006. وده كان اول ايام عيد الاضحى